عمرك بصيت في المراية وحسيت إن شكلك مش حلو؟ حسيت إن في حاجة ناقصة أو إنك مش بالمواصفات اللي المجتمع بيقول عليها جميلة؟ طيب هل الجمال فعلا ليه معايير ثابتة ولا دي مجرد أفكار زرعوها في دماغنا؟ في الحلقة دي هتكلم عن مفهوم الجمال وإزاي ممكن نظرتنا لنفسنا تكون متأثرة بحاجات مش حقيقية، وهقول لكم عن تجربة شخصية غيرت وجهة نظري عن الموضوع ده بودكاست ملمع. الحقيقة أنا شايف شكلي مش حلو، يعني مثلا اللي شعره ناعم وبشرته لونها بيضة وعيونه ملونة، ده مقياس الجمال؟ ولا الشخص يكون بشرته سمرة ده مقياس الجمال؟ الحقيقة فيها أسئلة كتيرة بفكر فيها عن الموضوع ده، وأنا سبب إني أعمل الحلقة دي كنت اتكلمت مع أخصائية نفسية عن الموضوع ده وإني شايف شكلي مش حلو، وهي نجحت إنها تغير وجهة نظري شوية، لأن برضو لسه ساعات بيجيلي شعور لما أبص في المراية بحس إن شكلي مش حلو. وقالت لي حاول بقدر الامكان انك تفصل افكارك عنك، لان افكارك مش انت، هي حاجة منفصلة عنك، هي ممكن تجيلك بس ما تكونش حقيقية. صوت بيقولك ان شكلك مش حلو دي فكرة في دماغك انت وبس، فمش لازم تصدقها، ومش لازم طالما هي جاتلك فهي صح وان ده انت. لا، والاخصائيه قالت لي ان كل واحد ليه نسخته الخاصه، يعني عبد الرحمن مش زي احمد ومش زي مصطفى ومش زي عبد الله، كل واحد ليه نسخته الفريده اللي هي بتاعته وبس. يعني مثلا تفتكر اللي قال اللون بشرته كذا ده مقياس الجمال، ده ايه؟ بشري، صح؟ يعني يصيب ويخطئ. فبالظبط ربنا سبحانه وتعالى ما حددش لون وشكل معين للجمال، وفي النهايه الجمال مش مقياس ثابت ومش حاجة حد يقدر يحددها غيرك، كل واحد فينا عنده نسخته الخاصة واللي بتميزه عن غيره، والأهم من شكلك هو قلبك وأعمالك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلو لسه حاسس إن شكلك مش حلو، جرب تفكر في نفسك بطريقة مختلفة، وافتكر أنت مش أفكارك وأنت مش رأي الناس فيك. شارك الحلقة مع حد ممكن يكون محتاج يسمعها، وخليك دايما فاكر أنت جميل بطريقتك الخاصة. وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. كان معاك عبد الرحمن، صانع محتوى تحت اسم ما المعنى، وتم كتابة سكريبت هذه الحلقة من خلال تجربتي الخاصة. دمتم في أمان الله.